لا تبخلوا علينا بالاشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. خلال تحليل رياضي على قناة بي ان سبور للكابتن أبو تريكة صرح في بداية الأمر بأن الدرس قاسي للمنتخب المغربي في خروجه في هذا الدور، وأنه مفاجأة كبيرة، يعني أنها ثاني أكبر مفاجأة من بعد خروج السنغال. وصرح أبو تريكة بأن السبب في فشل المنتخب المغربي كيعول بزاف على حكيم زياش وعلى بوفال، وبانه غيكون تاثير كبير بالغياب ديالهم، وبان منتخب المغرب يعني تعود على ضياع الفرص رغم انها كتجيه بكثره، وان المشكل عند منتخب المغرب من كاس العالم كتجيهم فرص وما كيسجلوش. والمنافس اليوم جنوب افريقيا سجل 2 المرات، سجل من خطا في التمركز الهدف الاول، وجا الهدف الثاني من ضربه مباشره، وبان المنتخب المغربي هو اللي عطاه المكسب وهو اللي سهل الامور، وضربه الجزاء اللي ضاعت رغم ان حكيمي هو النجم المغربي الاول في المنتخب وتحمل المسؤوليه على انه ياخذ ضربه الجزاء. ونصح الكابتن ابو تريكه بان اول قرار ممكن ياخذه لو انه كان مسؤول في الجامعه على انه يحفز الدراري ويتهلا فيهم ويطور منهم ويحافظ عليهم، ويدعم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، وبان المنتخب ما كينقصوش الا مهاجم اللي غيترجم الفرص، وخص رقم 8. وكان كيتكلم على أوناحي بانه خاص يكون رقم 8 ثاني مختلف على أوناحي، يقدر يكمل الادوار ديال أوناحي ومرابط، وغيولي منتخب قوي بزاف. ونصح بانهم ما عندهمش حجه في المربوطه الجايه اللي غتقام بين المغرب سنه 2025. واليوم المنتخب المغربي خدا درس قوي اللي خصو يتعلم منه، وبانه غيولي من اكبر المرشحين